السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. فيديو النهاردة من عند الفراخ البلدي بتاعتنا. في الفيديو بتاعنا المفروض أي حد مهتم بتربية الفراخ البلدي أو بتربية أي فراخ عامة، سواء كانت بلدي أو بيضة أو فيومي أو رزي أو ساسو، أي نوع من أنواع الفراخ، لازم يكون عندك هدف من تربية الفراخ بتاعتك. المفروض ان انت تعرفي امتى تقدري تبيعي من الفراخ بتاعتك دي عشان تكسبي منها فلوس كتير وتغطي تكاليف المصاريف بتاعتها ويدخلك منها ربح. لازم تفكري امتى الفرخة اللي انت بتربيها تكون جاهزة للبيع. الحقيقة ان الموضوع ده بيعتمد على نوع الفراخ اللي عندك، وبيعتمد ايضا على نظام الاكل اللي انت بتقدميه للفراخ بتاعتك، عشان نظام الاكل ده اللي هيخليكي تاخدي افضل جودة وافضل ارباح. لازم تختاري الوقت الصح اللي انت هتبيعي فيه الفراخ بتاعتك. امتى تبيعي عشان تكون لحمتها طرية كده وسعرها يكون عالي. لازم تفكري في حاجات معينة. اول حاجة تفكري فيها الفرخة بتاعتك تكون جاهزة امتى اللي انت تبيعيها. لو انت موفرة للفراخ بتاعتك اكل كويس ومعتنية بهم، واخدة بالك من كل حاجة، واخدة بالك من اكلهم، واخدة بالك لو كان عندهم تعب ولا عندهم حاجة وبتديهم الادوية اللازمة، واخدة بالك من العلف بتاعهم ونظام الاكل اللي انت بتاكليه ليهم، هتلاقي الفرخة معاكي هتوصل لحجم مناسب حوالي من 8 ل 9 اسابيع. في المرحلة دي لو انت موفرة للفراخ بتاعتك اكل كويس وعناية وفات عليهم من 8 ل 9 اسابيع، الفرخة كده هتكون جاهزة للبيع. هيكون حجمها مثالي، هتكون الجودة بتاعت اللحمة بتاعتها عالية. طبعا احنا كلنا عارفين ان الفراخ بتاعتك بتعرفي امتى اذا كانت ناشفة والمفروض تبيعيها او لسه طرية. بتاخدي الريشه كده من الجناح بتاعها. الريشه دي هتلاقي لو الفرخه معاكي ناشفه وحلوه، الريشه دي مش هيكون فيها دم، الريشه هتكون ناشفه. لو اتكيت على الريشه كده وطلع فيها دم، دي بيكون الفرخه بتاعتك لسه مش جاهزه للذبيح او للبيع، استني عليها شويه. لكن في الغالب عامه كل ما تبيع الفراخ بدري كل ما بتكون وزنها تقيل. كل ما بتسيب الفراخ معاكي مدة أطول كل ما بوزنها بيخف وبتكون ناشفة كده في الأكل. لكن اما بتبيع الفراخ كده وهي طرية أو لسه ما نشفتش قوي، يعني تشد الريشة تلاقي فيها دم بس دم بسيط، مقربة على ان هي خلاص تستوي أو تتباع، دي بيكون لحمها وطعمها جميل جدا في الأكل. جربوا كده ان انت تمسكي فرخة وتشد الريشة بتاعتها وتلاقي فيها في الريشة دم بسيط كده، وتيجي تطبخيها بيكون طعمها حلو جدا في الاكل. لكن كل ما الطيور بتنشف والريشة بتكون ناشفة كده كل ما بيكون لحمها مفتل كده وما بتبقاش مسكرة في الاكل زي اللحمة، زي ما تكون لسه يعني ما استوتش. حتى في الوزن اما بتكون طرية بتجيب وزن حلو، لكن كل ما بتنشف كل ما وزنها بيخف. فحاولي ان انت تبيعي في الفترة دي ما تكونش نشفت قوي وفي نفس الوقت ما تكونش طرية قوي، يعني يا دوبك الريشة يطلع فيها دم بسيط كده. ده بعتبره الوقت المناسب اللي انت تبيعي فيه. مش هتهدري بقى اكل كتير وعلف كتير، لان انت خلاص بقى بدأت ان انت تبيعي. ليه ما تستنيش كتير. لو سبت الفرخة بعد ما تكبر فترة طويلة هتلاقي لحمتها كده ناشفة وجامدة. حتى الطعم بتاعها ما بيكونش مسكر كده في الاكل. عشان كده لازم تفكري ان انت تبيعي في الوقت المناسب وتستفيدي من تعبك بدل ما تقل جودة المنتج بتاعك. حتى اللي هيشتري منك بقى ويذبح هيقولك بعدها ده لحمتها كانت ناشفة، لكن لو خد في الاول كده هيقولك لحمتها كانت مسكرة، لان معروف كل ما بتذبحي بدري كل ما اللحم بتاعك بيكون مسكر. طبعا النوع بيفرق. طبعا عارفين ان نوع الفرخة بيلعب دور كبير في تحديد الوقت بتاعها.
يعني انت مثلا لو هتربي فراخ بيضة، معروف دورة الفراخ البيضة بتكون 45 يوم. بتقسميها 3 مراحل، 15 15 15. ال15 الأولين بتديهم علف بادي، مرحلة أولى. في التاني بتديهم علف نامي، مرحلة تانية. في آخر 15 يوم بعد ما بيتم الشهر بتديهم بقى علف من المرحلة التالتة. لكن طبعا احنا عارفين ان الفراخ اللي هي اللحم بتكون جاهزة للبياعة وأسرع في البياعة من الفراخ البياض أو الفراخ البلدي البياض. عشان كده حددي الهدف بتاعك من التربية. انت عايزة تربي فراخ للحم ولا عايزة تربيها للبيض؟ وطبعا هتخططي على هذا الأساس، هتخططي الدورة بتاعتك على الأساس ده. لو انت عايزاها للبيض طبعا عارفين ان هي بتغيب شوية. عايزاها مثلا للبيض بيبقى نوعها فيومي، بيبقى نوعها بلدي حر، هجين. مثلا لو عايزاها للحم ساسو ابيض، فيومي الذهبي. فانت بتحددي الهدف بتاعك، انت عايزاها لحم ولا عايزاها للبيض. عشان تضمني مشروع ناجح في تربية الفراخ لازم تعرفي امتى تبيعي وتقدمي منتج كويس عالي الجودة. هتهتمي بتغذية الفراخ بتاعتك، هتراعيهم. ولو اتبعت الخطوات دي هتقدري تبيعي في الوقت المناسب طبعا، وتحققي افضل ربح والمشروع بتاعك ينجح. تربية الفراخ جميلة جدا. طبعا كلنا عارفين ان هي في الاول والاخر في ناس بتعتبرها هواية، يعني ما بيهمهاش اذا كانت تكسب او تخسر منها. هي بيبقى عندها شغف كده لتربية الطيور، او تحب تشوف الفراخ بتاكل قدامها. في ناس ما بيفرقش معاها، لكن في ناس بتبقى مربية الفراخ بتاعتها على اساس ان هي تكسب منها. طبعا عارفين ان الفراخ البيضة بيكون الدورة بتاعتها اسرع شوية من الفراخ البلدي. الفراخ البلدي برضو تربيتها حلوة. خاصة مشروع البيض، مشروع البيض كويس جدا. ممكن تصرفي منه على بقية الطيور. لان معروف ان التسويق بتاع البيض بيكون مطلوب طول السنة. البيض عليه اقبال جامد جدا، وخاصة البيض البلدي لانه ما بيكونش زفر زي البيض بتاع الدكان. وفي ناس بتبقى هاوية اصلا اكل البيض البلدي.